المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: ورشة عمل لتحسين جودة التعليم، تنظيم منتدى تعليمي في القاشبركة، دعوة لإنجاح برامج الصحة في حقات، إرجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيجيريا، ترامب يعلن الطوارئ لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، وقاذفات روسية مزودة بقدرات نووية تحلق فوق بحر اليابان. أهلا بكم مشاهدينا. عقدت وزارة التعليم ورشة عمل يومي 14 و15 من الشهر الجاري في فندق إمباسويرا بأسمرة حول المعيار الوطني لتحسين الجودة التعليمية. وأوضح وزير التعليم السيد سامر روسوم في الورشة التي شارك فيها المسؤولون من المكتب المركزي والأقاليم والشركاء، أوضح إعداد وثائق هامة تكون الأساس للمهام التي تنفذ من عام 2018 وحتى 2022 لتقوية النظام التعليمي نتيجة المبادرات المتخذة على فترات لتحسين نوعية التعليم، وأنها مسودة وثيقة المعيار الوطني لتحسين جودة التعليم المقدمة في الورشة تعتبر نتاج ذلك. من جانبه أوضح مدير قسم التخطيط وتطوير المناهج السيد إبراهام رؤسوم أن مسودة الوثيقة المقدمة عبر أعضاء وزارة التعليم ظل يعمل بها منذ عام 2014 بإضافة تجارب الدول الأخرى، معربا عن ثقته في تحسن مستوى التعليم تدريجيا بإدخال مستويات الجودة. وقال إن الهدف من المسودة هو التعرف جيدا على أوجه الضعف والمشاكل التي تعتري مسيرة التعليم في البلاد واتخاذ الخطوات لإصلاحها، وقد تم مسبقا طرحها للنقاش في 14 مدرسة بالإقليم الأوسط، وقدمت الآراء بشأنها. وتضم مسودة الوثيقة الوطنية لتحسين جودة التعليم 8 مقاسات و50 معيارا مؤثرا في مستوى الجودة بشأن القدرات التدريسية للمعلم وإدارة المدارس ومشاركة الطلاب حسب الجنس وكفاءة المباني أو البنى التحتية للمدارس وضمان كفاءة المدارس بكل المقاييس والأوضاع الصحية في المدارس وتنفيذ المنهج وغيرها. وأوصت الورشة بعد مناقشة المسودة بتحسين البنى التحتية في المدارس التي تفتقدها وترقية قدرات المعلمين وتوظيف المعلمين حسب قدراتهم وتحسين إدارة المدارس وتعزيز مشاركة أولياء الأمور وتحسين وسائل إعداد المناهج. هذا وقد أرسلت مسودة وثيقة تحسين التعليم إلى 36 مدرسة مختارة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية لتجريبها، وستقدم إلى وزارة التعليم بعد إثرائها بالآراء. نظم مكتب التعليم في إقليم القاشبركة منتدى في مدينة بارنتو لمناقشة الجهد التعليمي المنفذ في السنوات الخمس الماضية بوزارتي التعليم والدفاع والإصلاحيات لمحو الأمية وبرنامج الريوت للأطفال المتخلفين عن الدراسة والتعليم المسائي ونتائجه. وأوضحت أوراق العمل المقدمة في المنتدى من مكتب وزارة التعليم بإقليم القاشبركة والقيادة الغربية وإصلاحيات بارنتو وأقردات ووزارة التعليم بأن النتائج كانت مشجعة لكنها لم تحقق الهدف المنشود. وقال مسؤول تعليم الكبار في وزارة التعليم السيد تكابو أيموت في الورقة التي قدمها أن إقليم القاشبركة تعطى له الأولوية لسعته وكثافة سكانه، مذكرا بأهمية دور المؤسسات الشريكة عامة والإدارات خاصة في برامج تعليم الأطفال المتخلفين عن الدراسة وإلحاقهم بنظرائهم ومحو الأمية. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم القاشبركة الأستاذ محمد علي إبراهيم فتح المؤسسات التعليمية في جميع الضواحي
الصحي، غير أن الأطفال يتخلفون عن الدراسة في العمر التعليمي المحدد، مما يعزز أهمية برنامج تعليم الكبار، مشيرا إلى وجود برنامج للقيام بحملة واسعة في أوساط الشعب والإدارات لإلحاق 130 ألف طفل لم ينضموا إلى المؤسسات التعليمية رغم بلوغهم عمر التعليم. وأشار التقرير المقدم إلى فتح داخليات لتدريس أعضاء قوات الدفاع والجيش الشعبي المرحلتين المتوسطة والثانوية وتقديم التعليم في إصلاحيتي بارونتو وأقردات. من جانبه ذكر منسق برنامج تعليم الكبار في مكتب التعليم بإقليم القاشبركة السيد إسحاق يوسف مشاركة أكثر من 94 ألف مواطن، 84% منهم نسوة، في برنامج تعليم الكبار في السنوات الخمس الماضية بالإقليم، ومتابعة 14 ألف طفل متخلف عن الدراسة في برنامج عريوت. وقال قائد القيادة الغربية العميد تخلية كفلاي في ختام المنتدى أن برنامج تعليم الكبار لم يكن حسب التطلعات، لأن الأعوام الماضية شهدت العداءات الخارجية والتحديات، وسيجري العمل بوعي وتنظيم قوي في هذه المرحلة المبشرة. دعا مسؤول الخدمات الصحية في مديرية حقات الممرض قبر مسقل قبر هوت لتعزيز دور الإدارات لإنجاح البرامج الصحية، وأشار إلى تطعيم حوالي 43 ألف طفل ضد الحصبة في شهر نوفمبر الماضي وتقديم فيتامين A لأكثر من 11 ألف طفل. وأكد تحقيق نتائج مرضية للسيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية داعيا لتقوية الجهود لمزيد من النجاحات. من جانبه أهاب مسؤول وزارة الصحة في إقليم عنسبة الدكتور كسة برهان سلمون أهاب بتقوية الجهود المنسقة لتنفيذ فاعل لجميع البرامج الموضوعة. نظمت في مديرية حمل ورشة عمل بمشاركة إدارات 8 ضواحي والمؤسسات الحكومية لتنمية قدرات الشباب. وأشادت مديرة المديرية السيدة عائشة علي نور في افتتاح الورشة بمبادرة لجنة أصدقاء الشباب بالتعرف على هوايات الشباب، داعية لمساهمة كافة قطاعات المجتمع لإكمال مبنى المركز الثقافي الرياضي. وأشارت الورشة إلى أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية والجبهة لوضع برامج العمل ومتابعة تنفيذها لتنمية الشباب، والإسراع لإنجاز مبنى المركز الثقافي الرياضي لتنشيط وتطوير قدرات الشباب. وأكدت إدارات 8 ضواحي استعدادهم للمساهمة بالمال والطاقات لبناء المركز الشبابي. من جهته أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة السيد الزازي براخة آب أن وجود كلية الزراعة يدعم البرامج الشبابية، مؤكدا بذل الاتحاد الجهد لإنجاح البرامج الموضوعة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلنت مفوضية الانتخابات في نيجيريا فجر السبت قبيل ساعات من فتح مراكز الاقتراع أبوابها أنها قررت إرجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أسبوعا واحدا بسبب مشاكل لوجستية. وفي ختام اجتماع طارئ عقدته المفوضية ليلة الجمعة في أبوجا، قال رئيسها محمود يعقوب إنه من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات صدقية لم يعد ممكنا إجراء الاستحقاق كما كان مقررا، مشيرا إلى أن الموعد الجديد للانتخابات هو السبت المقبل في 23 من فبراير الجاري. كما قررت المفوضية إرجاء انتخابات حكام الولايات التي كانت مقررة في 2 من مارس أسبوعا أيضا، بحيث بات موعدها الجديد في 9 من مارس. وتشهد الانتخابات الرئاسية منافسة حامية بين الرئيس الحالي الأوفر حظا محمد بخاري، والذي يسعى إلى ولاية ثانية من 4 سنوات، في مواجهة نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية في محاولة لتمويل بناء جدار وعد به خلال حملته الانتخابية على الحدود مع المكسيك دون موافقة الكونغرس، في خطوة تعهد الديمقراطيون بتحديها بوصفها انتهاكا للدستور. وتمثل خطوة رئيس الجمهورية لتخطي الكونغرس نهجا جديدا للوفاء بتعهد قطعه خلال حملته الانتخابية في 2016 لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين على البلاد. كما وقع ترامب
على مشروع قانون الموازنة والذي تقدم به الحزبان ووافق عليه الكونغرس، مما سيحول دون إقلاق جزئي آخر بتمويل العديد من الوكالات الحكومية في حالة عدم إقرار المشروع. وقال ترامب خلال إعلانه الطوارئ عند حدود الولايات المتحدة مع المكسيك أنه بحاجة لاستدعاء الجيش للمساعدة بسبب خطورة الوضع الطارئ الحالي. نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قاذفات قنابل مزودة بقدرات نووية قامت بطلعة تدريبية فوق بحر اليابان، مما دفع طوكيو لإرسال طائرات لاعتراضها. وأضافت الوزارة أن المقاتلات اليابانية رافقت القاذفات الروسية لبعض الوقت خلال تحليقها الذي استمر 15 ساعة، والذي عبر أيضا فوق بحر أوخوستيك ومناطق شرق المحيط الهادي. وما زالت العلاقات بين روسيا واليابان متوترة بسبب النزاع الطويل على ملكية الجزر، حيث تقول موسكو إن هذه الجزر انتقلت إلى السيادة الروسية كإحدى نتائج الحرب العالمية الثانية، بينما تطالب طوكيو باستعادة السيادة عليها. افتتحت فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن ال55 في ألمانيا بهدف تعزيز التعاون والتواصل بين الدول المواجهة للتحديات الأمنية في أنحاء العالم. ودعا رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية ويلفغانغ شينجر الجميع للاستماع إلى صوت العقل لتوفير الإرادة السياسية اللازمة لحل وتسوية النزاعات سواء في أوروبا وخارجها، معربا عن قلقه من تراجع الثقة وتأجج الصراعات. وحذر من سباق التسلح وتزايد الجريمة المنظمة، داعيا إلى العمل على حلها من خلال التعاون، مشيرا إلى النجاح الذي يمكن أن تحققه الدبلوماسية. وتشمل موضوعات التقرير الذي سيتم تناولها خلال القمة منافسة القوى العظمى، حيث الصراع المحموم بين الولايات المتحدة والصين وروسيا على عدة جهات تشمل الأمن السيبراني والتسليح والتجارة. وفي ظل نزاع تجاري وتنافس عسكري بين البلدين، يتوقع منظمو المؤتمر مشاركة 35 من رؤساء الحكومات ورؤساء الدول و50 من وزراء الخارجية والدفاع، بما في ذلك وفد أمريكي يرأسه مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.